حرامي برامج بتاع فيروسات وبيعمل لحم صناعي، عايز يخفي أشعة الشمس حرفيا من أصدقاء إبستين لازم، وملياردير مقشف. حد راجع الكلام ده؟ نجم الليلة هو بيل جيتس اللي محدش مبسوط منه اليومين دول. الراجل ده بالنسبة لنص الكوكب عبقري زمانه، وراجل طيب جدا وبيتبرع بملياراته عشان ينقذ البشرية، ده على حسب الصورة اللي بترسمها الإعلام. محبوب وبر بورديه. ولكن بالنسبة للنص التاني، النص اللي بيشغل دماغه وفاهم ان الحداية ما تحدفش كتاكيت، فبيل جيتس هو راس الأفعى والشرير اللي دايما في نهاية الكتب ونهاية الروايات، اللي بيخططوا لنهاية العالم والسبب في كل مصيبة بتحصل لنا. النهاردة الجزء الأول هنشوف ايه حكاية عم فاتورة بوابات، ونفصصها حتة حتة عشان نوصل للحكم النهائي. هل هو الطيب المحسن ولا الشرير الخبيث اللي عايز ينهي العالم؟ في كشري متين بقى واشترك في القناة الله يسيئك. في البداية السؤال المعروف جدا، هل هو عبقري محظوظ ولا حرامي غسيل شاطر؟ عشان نفهم بيل جيتس لازم نرجع بالزمن لورا قوي، لايام الشباب والشقاوة. بيل جيتس مبدئيا كده ما كانش عيل غلبان ولا مكافح جابها من تحت زي ما بنشوف في الافلام يعني، لا ده ابن ناس وعيلته مرتاحة وواصلة جدا في أمريكا. بيل جيتس اتولد في 1955 والراجل من مواليد برج العقرب، وما أدرك ما برج العقرب. والده كان محامي كبير في أمريكا، ووالدته كانت عضوة في مجالس في شركات كبيرة جدا في أمريكا. يعني الراجل اتولد في بقه مش طبق كشري، محل كشري كله. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. وده طبعا سمح له انه يدخل مدارس غالية جدا ويكون فيها مصدر للأجهزة والكمبيوتر، وقت ما كانش في حد يعرف في العالم يعني ايه كمبيوتر اصلا. ما كملش دراسته وساب هارفارد، بقى مبرمج ذكي ومفيش شك في ده، بس شطارته ما كانتش في كتابة الأكواد، الشطارة كانت في اصطياد الفرص قبل أي حد تاني. راجل سوق صايع ويفهم في البيع والشراء وإدارة الأعمال والذكاء التجاري اللي بيجيب من الآخر. وهنا نيجي لأول قنبلة، أشهر خناقة في تاريخ التكنولوجيا والسيليكون فالي. دايما نسمع في عادات القهاوي عن خناقة بيل جيتس والإنترنت، إن هو سرق براءة اختراع ستيف جوبز وعمل بيها ثروة كبيرة. الكلام ده لو فتتناه كده حتت صغيرة هتلاقي فيه كلام صح ولكن مبني في حتت غلط. بيل جيتس وشركته ما سرقوش براءة اختراع بالمعنى القانوني الحرفي زي ما اتقال من شركة أبل. الحكاية وما فيها إنه اتنين، بيل جيتس وستيف جوبز، خدوا فكرة الأيقونات اللي على الشاشة وفكرة فارة التحكم اللي هي الماوس من شركة تانية خالص، والشركة التانية خالص دي اتهضم حقها في الحوار ده كله. الشركة صاحبة الفضل الحقيقي في الموضوع ده هي شركة زيروكس، لأن هي اللي اخترعت شكل الشاشة اللي فيها الأيقونات والماوس اللي بتتحكم بيهم في أي حاجة في جهاز الكمبيوتر. اللي عطل زيروكس ما كانش قلة الذكاء والاختراع، اللي عطلهم ان هم ما كانوش عارفين يقيموا الاختراع ده ولا كانوا عارفين يسوقوه. ستيف جوبز بقى زار مركز الابحاث بتاعهم وشاف الفكره وعينه نورت، خد الفكره ورقت عليها. وقتها بيل جيتس كان شغال مع ابل بيطور لهم برامج وشغال على قد حاله، يعني كان جوه المطبخ بتاع ابل حرفيا، وكان بيشوف ستيف جوبز بيعمل ايه واللعبه رايحه على فين. وفي الوقت المناسب بيل جيتس راح منزل القنبله بتاعته وهي مايكروسوفت اللي كسر الدنيا وقتها وبقى البرنامج الاساسي لكل الشركات على الكوكب كله، يعني سيطره من الاخر. مسيطره همشيك مسطره، ما شاء الله باين عليها مثقفه جدا. المهم ستيف جوبز لما عرف اتجنن وضرب الخناقه التاريخيه اللي عارفينها كلنا، اللي اتعمل عليها افلام كتير، واتقال في الخناقه دي انت سرقتني وانا وثقت فيك. راح بيل رادد عليه وقال له يا ستيف يا اخويا، احنا الاتنين كنا عايشين في بيت جنب جار اسمه زيروكس، انا دخلت البيت بتاعه عشان اسرق التلفزيون، لقيتك سرقته قبل يا صاحبي. يعني من الاخر حرامي على حرامي ما يرولش، والباقي بقى تاريخ. بس كده هل هي دي كل مشكلته؟ لا حبيبي، احنا لسه بنسخن. اللي بعده حرب الاحتكار ودخول الحكومة الأمريكية على الخط. ما هو حضرتك عامل لي برنامج كل شركات الكوكب متصلة بيه وبتشتغل عليه. فهلاوة بيل جيتس اتحولت مع الوقت لتوحش تجاري مرعب، وهنا نوصل لمحطة سوداء في تاريخ بيل جيتس، وهي قضية الاحتكار الشهيرة اللي رفعتها ضده وزارة العدل الأمريكية و20 ولاية أمريكية في التسعينات. بيل جيتس ما كانش عايز يكتفي إن الجهاز بتاعه أو الويندوز يكون مشغل كل أجهزة الكوكب، لا ده كان عايز الجهاز بتاعه يكون عليه كل الإنترنت. وقتها كان في متصفح مشهور جدا وناجح جدا، نتسكيب، اللي كان هينتهي قريب جدا ولكن رجع تشغيله وإعادة حياته مرة تانية ولكن باسم فايرفوكس. طب ايه اللي حصل؟ بيل جيتس حب يضرب عصفورين بحجر واحد، كان عايز يقضي على منافسه نتسكيب
وفي نفس الوقت يطور المتصفح بتاعه اللي هو انترنت اكسبلورر. عمل ايه؟ دمج الاثنين غصب واقتدار جوه الويندوز، وعمل الاكسبلورر ده مجانا مع الويندوز. وده ما بقاش يسمح لمستخدمين الكمبيوتر او لشركات تصنيع الكمبيوتر ان هم يمسحوا الانترنت اكسبلورر، ولا امكانيه ان هم حتى يستخدموا النتسكيب بتاعهم. يعني انت مرغم ان انت تستخدم الانترنت اكسبلورر بتاع الويندوز لو انت عندك الجهاز. يعني من الاخر لو عايز تشتري كمبيوتر بنظام المايكروسوفت يبقى هتاخد المتصفح بتاعه غصب واقتدار. بلطجه يعني، هو كده عايز ويندوز عندك نت اكسبلورر. الحكومه الامريكيه وقتها اعتبرت الموضوع ده قمع صريح، وانه مفيش منافسه حره بين الشركات، وانه ده استغلال احتكاري غير قانوني. المحاكمه دي كانت دراما حقيقيه وكبيره، وبالوقتها ظهر في الفيديوهات المتسربه. المحاكمه دي كانت دراما حقيقيه وكبيره وقتها، وبيل جيتس ظهر في الفيديوهات المتسربه وقتها، وكان بيجاوب بغرور جدا وبيرد وبيعاند مع القضاه، لدرجه ان المحكمه في سنه 2000 اصدرت حكم تاريخي صادم لتقسيم شركه مايكروسوفت شركتين منفصلتين لمجرد ان هم بس يكسروا مناخيره ويحطوا حدود لنفوذه. بيل جيتس استأنف الحكم، وبعد كفاح يا قلب امه وملايين اتصرفت على المحامين، الشركة ما اتقسمتش في النهاية، ولكن على الأقل بان على حقيقته، وصورته كمحتكر سماوي ثبتت في ملايين العقول البشر. والضغط ده كله كان سبب رئيسي انه يتنحى من منصبه كصاحب الشركة ورئيس تنفيذي، وبدأ يهرب الموضوع تاني خالص، وهو العمل الخيري يا عين امه، عشان يغسل السمعة اللي طالعة عليه، او يمكن احنا اللي كنا فاكرين ان دي سمعة طالعة عليه. والله يا ريته ما عملها ولا دخل المجال ده من اساسه. اللي بعده يا سيدي الوباء والفيروسات والحروب والسبوبة البيولوجية الكبيرة. ننط بالزمن وتحديدا للكام سنة اللي فاتوا، اسم بيل جيتس اتمسح من خانة التكنولوجيا بالمرة، وبقى مربوط بأي مصيبة بيولوجية بتحصل أو حتى مصيبة صحية بتحصل على الكوكب. الناس كلها بقت تسأل ايه اللي جاب بتاع الكمبيوتر والتكنولوجيا لعالم الطب والفيروسات واللقاحات. في 2015 بيل جيتس طلع من محاضرة عالمية مشهورة جدا، ووقف على المسرح وقال بالحرف المصيبة اللي جاية اللي هتهدد البشرية مش هتبقى حرب نووية ولا صواريخ، لا ده هيبقى فيروس معدي وجماعي، واحنا كبشر مش جاهزين للمواجهة دي. الكلام ده كان عادي وقتها، بس لما ظهر الوباء الكبير اللي حصل في بداية 2020 الناس سابت كل حاجة في الدنيا ومسكت في الفيديو ده. وده شيء طبيعي، اصله معلش بالعقل كده ازاي كان عارف ميعاد الفيروس انه ده هيحصل؟ الا بقى لو صارف ومكلف وعارف انه هيجيني ارباح استثماره وامتى بالظبط. كلنا طبعا اخدنا التطعيمات او معظمنا يعني، وحاليا واحنا بنسجل الحلقه دي في دعوه مدنيه مرفوعه ضد بيل جيتس في هولندا من مجموعه اشخاص بيقولوا ان صحتهم اتدهورت تماما بعد اخذهم للتطعيمات. محامين بيل حاولوا يوقفوا القضيه من جذورها على اساس انه بيل جيتس مواطن امريكي مشهور وانه مش هيخضع للقضاء الهولندي، بس طبعا المحكمه الهولنديه قالت له ده عندها يا ادهم، ده عند امه يا ادهم. والحكومه الهولنديه رفضت الطعن وقررت بامتلاكها صلاحية الولاية القضائية الدولية. وحاليا المحكمة طالبة من بيل جيتس طبعا بجانب شخصيات تانية زي ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، طالبة شهادتهم كجزء من الإجراءات القانونية. ليه؟ لفحص الأدلة كجزء من المسؤوليات القضائية. ده كوم، والنظريات اللي بتقول إنه اللقاحات اللي خدناها دي فيها شريحة ذكية دقيقة جدا، وإنه الشرايح دي هترتبط بشبكات ال 5G واللي هيقدروا من خلالها إنهم يتحكموا في ملايين من البشر حول العالم، كوم تاني خالص. السبب اللي يخلي ناس كتير تصدق الكلام ده هو انه بيل جيتس ومراته والشركة الخيرية بتاعتهم هي اكبر ممول من القطاع الخاص لمنظمة الصحة العالمية اللي بتدعم برامج اللقاحات في افريقيا وفي الدول النامية، وايه بالمليارات الدولارات. والسبب التاني هو تصريحات قديمة لبيل جيتس كان بيتكلم فيها عن خطورة الزيادة السكانية في العالم، وان ده هيأثر على الموارد الكرة الارضية، زي ما شفنا في الحلقة اللي قبل كده بتاعت اعلام التهويل. لو ما شفتهاش شوفها. اللي يخوف فعلا ان المدعيين عليه في هولندا فضل عددهم يزيد لدرجه ان هم اضطروا ان هم يفتحوا قاعه تانية تكفي الاعداد الكبيره، ولا مؤاخذه ما جوش وايديهم فاضيه. فضلة خيركم جابوا دراسات تثبت بنسب عاليه ومخيفه ارتفاع امراض كتير عند الناس اللي خدت اللقاحات دي. وللاسف اللي يضحك او الكوميديا السوداء في الموضوع انه دفاع بيل جيتس بدا الافتتاحيه بتاعته بالجمله اللي جايه: التطعيم امن على الصحه. هم قالوا الجمله دي من هنا والقاعه فصلت ضحك. The defendant Bill Gates' team started their whole speech with saying that vaccines are safe and effective, and the entire courtroom
bursted out laughing. وده غسيل الحاج بيل، ولكن للأسف غسيل الحاج بيل ما يكفيش حلقة واحدة، فأنصحكم تفعلوا الجرس عشان نشوف إيه اللي حصل بعد كده مع الأستاذ بيل جيتس، وخاصة صداقته المنيلة مع المكحوم إبستين، والفضيحة اللي شغالة حاليا في هولندا ضده. أخيرا في حد عرف يعملها ويرفع قضية ضد بيل جيتس ومشروعه لحجب الشمس عن الكرة الأرضية أو النعمة زي ما بقول لك كده. عايز كمان؟ تعالى. أحدث مشروعاته لمنع اللحوم الحقيقية واستبدالها بلحمة مصنعة في مختبرات، واستثماره في تصنيع حشرة بتجيب حساسية ضد اللحوم. يا رب بقى تكونوا لحقتوا تخزروا لحمة لحد ما نكمل الحلقة الجاية. أشوفكم على خير.